بيسألوني عن مجموعة الزمالك في الكونفدرالية، مجموعة الموت، أصعب مجموعة ممكن تشوفها في حياتك، من أصعب المجاميع، ممكن تكون مجموعة أصعب من المجاميع الموجودة في دوري أبطال أوروبا. لا لا لا، الله يكون في عون الزمالك، مجموعة صعبة جدا، والزمالك لو خد البطولة دي كأنه خد كأس العالم للأندية. يا الله على الحموضة. نتكلم بقى عن مجموعة النادي الأهلي. مجموعه او القرعه اللي اتعملت، تسلم ايدك يا احمد يا فتحي، الصراحه مجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي مجموعه حلوه جميله متزنه هاديه، ما فيهاش صداع، ما فيهاش دوشه، ما فيهاش هنروح نلعب مش عارف استاد معفن ومش عارف، مفيش الكلام ده كله. تمام. المجموعه الاولى المجموعه الاولى والثانيه صعبين جدا، اي وبي صعبين جدا. مجموعه بي فيها سان داونز وفرقتين من المغرب. يعني انت اصلا سان داونز هيروح يلعب في المغرب مرتين. لا مجموعه صعبه، انا شايف المجموعه بتاعتنا مجموعه سي، مجموعه هاديه وبسيطه وما فيهاش مشاكل، زي كمان ان النادي الاهلي ضامن بامر الله من فرق المستويات، الاهلي ضامن المركز الاول. بس بقى الصعوبه فين بقى في المجموعه دي، او الكلام فين في المجموعه دي؟ ان النادي الاهلي ضامن المركز الاول. الثلاث فرق اللي هي شباب بلوزداد واورلاندو واستاد ابيجان دول معانا في المجموعه. خلاص كده الثلاث فرق دول هيلعبوا على المركز الثاني. فاهم حاجه؟ الثلاثه مستواهم قريبين من بعض، فهيلعبوا على المركز الثاني. هي دي السخونيه اللي هتكون موجوده في ماتشات المجموعه دي. فاهمين قصدي؟ طيب انا ما اقدرش اقول على اي مجموعه، او انا اسف، انا ما اقدرش اقول على اي فريق في دوري ابطال افريقيا فريق سهل. خلاص كده. ليه؟ لان هو ممكن بنتائجه دي ياثر على ترتيب فريق في المركز الاول والثاني. اذا يبقى لازم اعمل حساب لاي فريق. يعني استاد ابيجان بالنسبه لي لا ده فريق بالنسبه لي فريق سهل مثلا، ده التصنيف الاخير. ما هو ممكن يكون الفريق السهل ده ياثر على تكون انت مثلا محتاج نقطه وتصعد مثلا، او عايز تفوز وتصعد فيتعادل معاك، فيخليك مكان يكون في مركز اول ويخليك في مركز تاني. اذا الفريق ده ما استهونش بيه، انا هقول بالورق والارقام احنا في المركز الاول، والثلاثه التانيين هيتنافسوا على المركز الثاني. لكن برضو لازم نعمل حسابنا وندي احترام للفرق، ودي اهم حاجه لازم نتكلم فيها. شبيبه بلوزداد طبعا ده الملعب بتاعه حلو، دي اهم حاجه عندي. اورلاندو الملعب بتاعه حلو، استاد ابيجان الملعب بتاعه حلو. كده كده السفر في افريقيا صعب، في اي دوله بقى في افريقيا المعيشه والاقامه صعبه في اي دوله في افريقيا. لكن اول حاجه نركز فيها ايه بقى، او تاني حاجه نركز فيها بعد حوار الاقامه والسفر وكده؟ الاستاد. لا الثلاث استادات كويسين. خلاص كده. طيب ايه بقى، طولت عليكم انا، مجموعه دي الثالثه. ايه بقى ترتيب الماتشات بتاعت النادي الاهلي؟ الاهلي في المجموعه بتاعته تمام، اول ماتش ليه في القاهره من يوم في الجوله الاولى من يوم 26 ليوم 28 نوفمبر 2024. الاهلي هيلاعب استاد ابيجان ليفاري فين؟ في القاهره. بعد كده الاهلي هيسافر اورلاندو الجنوب افريقي، هيسافر جنوب افريقيا وهيلاعب اورلاندو الجنوب افريقي في الجوله الثانيه من يوم 6 ل 8 ديسمبر 2024. طيب في الجوله الثالثه تمام في القاهره من يوم 13 ل 15 ديسمبر 2024 الاهلي هيلاعب شباب بلوزداد الجزائري فين؟ هنا في القاهره. بعد كده هنسافر في الجوله الرابعه، هنلاعب شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر من يوم 3 ل 5 يناير. في الجوله الخامسه هنلاعب استاد ابيجان هناك في كوت ديفوار. تمام كده من يوم 10 ل 12 يناير 2025. في الجوله الاخيره، ودي الميزه بقى، اللي انت اول جوله واخر جوله في القاهره. الجوله الاخيره في القاهره من يوم 17 ل 17 يناير الاهلي هيلاعب اورلاندو جنوب افريقيا. اذا المجموعه سهله بسيطه، ما فيهاش تعب اعصاب ولا توتر ولا الدنيا جميله وان شاء الله خير. وطبعا الاهلي لما بيخش اي بطوله بيكون المرشح الاول للبطوله دي، وبامر الله ال 13 يا اهلي، مين ما بيحبش الرقم ده يعني؟ بس ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله دي. ورساله لمجلس اداره النادي الاهلي، ورساله للخطيب، احنا داخلين على دعفله بطولات. فزي ما الكابتن محمد رمضان وعدنا بالصفقات، فاتمنى ان قبل يوم 25 اكتوبر يكون عملنا على الاقل صفقتين ثلاثه. اراك ضحك.